قول بقى. مفيش يا عم، هو انا كنت قاعد سمعت عمرو اديب بيتكلم عن حاجه اسمها FBC. ايوه. فلما قعدت اسمع شويه لقيت ان هي ناس شويه شباب كانوا بيقنعوا الناس ان هم يشغلوا فلوس وياخدوا منهم شويه فلوس ويرجعوا لهم فلوس اكتر، ياخدوا شويه فلوس ويرجعوا لهم فلوس اكتر لحد ما الناس وثقت فيهم وهم واخدين فلوس كتير وهبلوا. ايوه، كان في مستريحين كتير في مصر. مستريحين. ايه المستريح؟ واحد بيروح لمنطقه يقول لهم يا جماعه هاتوا فلوسكم هشغلها لكم هديكم نسبه كذا. دخلوا على الناس، احنا يا جماعه برنامج FBC اشترك. في الاول قالوا لهم ايه؟ انت هتشتغل. يعني ايه هشتغل؟ يعني اتفرج على فيديوهات، حلو، اتفرج على اعلانات وهنديك فلوس. جزء تاني من البرنامج اي بليف برضو هتحط فلوس هتاخد فايده كذا. الموضوع بدا بقى ايه؟ 10 20 30 40 50%. ايوه. وانت شغال في ايه اصلا؟ انت تاجر مخدرات ولا انت حكايتك ايه؟ ازاي تدي الناس 50% ارباح؟ ده الريان ما عملهاش يعني، فاهم قصدي؟ انت بتعمل كده ازاي؟ بص، الفقر اللي احنا فيه دلوقتي محدش كان ممكن يتخيله. يعني احنا وصلنا لحاله في ستيت اوف سرفايفل. فكر الناس الفقراء ايه هو؟ انا دلوقتي بقبض 4 5000 جنيه وعاوز 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 وعاوز. فانا دلوقتي قدامي اختيارين في المراهنات، يا هكسب فاجيب يا هخسر فانا كده كده مش خسران حاجه. فاهم هو بيفكر ازاي؟ ايوه، انا ما عنديش حاجه اخسرها. او ما عندوش حاجه يخسر. قال لك الشعب ده بيحب ايه؟ شعب فقير بيحب ايه اكتر حاجه؟ بيحب الكوره والستات ولا ما لهاش علاقه؟ معلش انا ما اعرفش موضوع الستات. اللي هو الراجل اللي بيطلع لك هتلاقيه مثلا طلع لك في اعلان الحلقه دي اللي هو يقول لك ايه؟ انا معايا عربيه موستنج. تعالى بص كده على العربيه اللي انا لسه شاريها يا فقير. دي انا شريتها ازاي؟ بالاب ده. بص كده بدوس ايه ده كسبت $100. انظر بص كسبت $200. انكر. اشترك الان. ده سهل جدا. بعمل كده انطر $100 كده $200. انا هنا عندي رساله اللي هو انا عاوز الشعب يفوق، لان في حاجات كتير الشعب المصري بيعملها غلط والشباب كلها مش فاهماها. والدوله مش الدوله السيستم ما بيسعاش ان هو يفهم الشباب، بالعكس ده بيزق في ان هو الشباب ما تفهمش الموضوع ده. هو شغال في النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بينظف النادي الاهلي. شغال في العزبه بيعمل ايه؟ بيرص ادويه. شغال في المطار بيعمل ايه؟ واقف حرس امن بيشيل الشغل امن. انت فاهم؟ طيب شغال في مترو الانفاق بيعمل ايه؟ بيوزع تذاكر. مع كامل الاحترام لكل المهن اللي ملهاش لازمه اللي احنا قلناها. يقول لك احنا المهندسين ما اعلى من البني ادمين والمهندسين في حته تانية والمهندسين فوق والمهندسين اصلا من العجوزه ان المكانه الاجتماعيه دي مش فارقه معاك وان البلطو ده مش فارق معاك. ما يفرقش غير مع الناس الناقصه. الله. يعني ما يفرقش. بس اقول لك حاجه برضه خلي بالك من النقطه. انت دلوقتي بني ادم مجتهد وشاطر وذكي دراسيا. حط تحت كلمه ذكي دراسيا دي مليون خط. لان ما فيش حد، يعني قليلين جدا 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 اللي بيوصلوا لاعلى الكليات ويكونوا اذكياء في الدنيا. لان لو ذكي في الدنيا مش هيكمل في الخرا اللي هو فيه. انا عارف الناس بتتصل اوبا اللي انت فيه ده خرا. الكليات والتعليم العالي والقرف ده كل ده ما بيعلمكش حاجه في الدنيا. نوصل بقى للنقطه اللي احنا وقفنا عندها. المتعلمين دول اتعلموا ايه؟ هل اتعلموا كريبتو؟ هل اتعلموا فايده بنوك؟ فايده بنوك؟ هل اتعلموا انترست اللي هي الفايده عموما بعيدا عن البنوك؟ هل اتعلموا التضخم؟ ويعني ايه تضخم؟ درسوا الفلوس قصدك؟ ما هو اهم حاجه في الدنيا انت عايش عشان ايه؟ عشان تجيب فلوس. بالظبط. انت كراجل سيبك من الست. سيب الست بقى تخش هي طب بقى وصيدله واسنان وهندسه والحاجات دي. سيبهم هم يعيشوا حياتهم جوه. انت اتعلم الحاجات دي. هي دي الاهم حاجه في الدنيا. انت بتعمل، انت ليه بتدرس اصلا؟ انا عارف في دلوقتي واحد انا شايفك هيقول لي انا بتعلم الحاجات دي عشان افيد الناس او عشان بحبها او شغفي. عارف انا الناس هتقول لي كده. وعلى فكره سمعت فيديو قبل كده الدكتور حسام موافي بيقول لو انت دكتور انسى الفلوس، حاجه كده يعني، حاجه في معناها كده. حلو. مع كامل الاحترام للدكتور حسام موافي. انت دكتور نسيت الفلوس ببلاش تبقى دكتور. بقيت دكتور سيب المهنه. سيبها امشي. يا اما انت بقى مش عاوز فلوس دي قصه تانية بقى. انت عاوز تترهبن بقى، عاوز تروح تعيش في بواتاتا، دي قصتك. انت فاهم؟ مش عاوز تتجوز وعاوز تقعد كده طول الليل قاعد بتتفرج على بورنو هاب براحتك. قاعد بتضربها طول الليل براحتك. السيكو سيكو قاعد بتضربها براحتك، دي قصتك. بس عاوز تستر نفسك وتقي نفسك من الفتن. واهم فتنه في الدنيا ايه؟ الستات. يعني اكبر فتنه في الدنيا هي الستات. حلو. انت عاوز ستات يبقى انت عاوز فلوس عشان تبقى راجل. ايه ده؟ هو انا ما ينفعش ابقى راجل من غير فلوس؟ ايوه. احنا مش بنتكلم على ان انت تبقى ذكر انت مولود بيه. الراجل بيتعمل. يعني انت دلوقتي طلعت الدكتور، هل انت كده راجل؟ لا. امتى تبقى راجل؟ معاك فلوس، معاك علاقات، جسمك فورمته حلوه، صحتك كويسه، بتعرف تدافع عن نفسك، بتعرف تدافع عن غيرك، بتعرف تدافع عن اللي انت بتحبه، بتساوي.
راجل متعرفش تعمل الحاجات دي، الداس عليه. انت مش راجل اصلا، انت ذكر اتجوز ليتكاثر، نقطة. ده قانون الغابة ده. انت فين؟ في الغابة. انت في اوسخ من الغابة، انت في مصر. انت فين يا باشا؟ انت في مصر يا باشا. لا وبره أشرس كمان من كده. انت في مصر يا غالي. ده. انت مش مولود اماراتي، ولا انت مولود امريكي، ولا انت مولود اوروبي، لا ولا وحتى عندهم لو برضه ما بتعرفش تصطاد وما عندكش ناب هيتداس عليك. ماشي في اي حتة كده، بس هيتداس انت عليك. انت في مكان، مش للبيجنرز. انت حرفيا اه. حرفيا اللي انت بتقوله. ايوه. Egypt is not for beginners. اه. من الاخر مصر مش للمبتدئين. لو انت مش هتعرف تجيب فلوس انت بره لو اشتغلت هيديك كام؟ $2000 $3000 لو عصرت نفسك يعني. الدولة هتاخد ربعهم مثلا، تمام، خدت الدولة ربعهم، دفعت $1000 ولا 1500 إيجار، هتعرف تصرف الباقي على نفسك انت ومراتك. شكرا. ابوك يجيب لك الشقة، لا مش الشقة بقى ما إيجار، ابوك يعرف بس يجيب لك أوضة نوم ومطبخ وحمام، الفرش الطبيعي حلو، ومراتك بتشتغل وانت بتشتغل، هتعيشوا احلى عيشة في الدنيا، ومش محتاج سنة 2 3 تتجمع الفلوس، ده هو من اول شهر تتجوز. شكرا. هتنزل على ركبك زي الخول. ديسباسيتو. do you want to marry me? يس اي دو. yes I do. شكرا. الناس كلها تزغرط. ايوه. خلصنا. اه. ماشي. تصحى الصبح كده زي الخول، ايوه. تلاقيها بتقول لك بص I am done, I want a divorce. ايوه. تروح بقى ايه، تلاقي نص فلوسك راحت لها، والبيت اتقسم بالنص، وحاجة غريبة كده بتحصل، وانت بقى ايه، تقعد تعيط وتقول ظلموني، وهي تروح ايه عند واحد تاني. وعلى كده ومقضينا كده بقى هناك. على كده. انت فاهم؟ ده لو انت عاوز تتجوز، مفيش حد دلوقتي بيتجوز هناك والله خالص. مقضينا ايه بقى؟ مقضينا عرفي. مش مساكنة؟ عرفي، مش ورقة وقلم. مساكنة. انت هتقعدي عندي عايشة في بيتي، وتحملي اوف. وتخلفي عيالي وتربيهم واصرف عليكي. بس ما فيش حاجة اسمها اتجوزك. رونالدو لسه متجوز. راح السعودية 2 سنين كون نفسه. اللي هو اتجوز بعديها يعني. طب نرجع بقى للنقطة اللي أنا قاعد بخلع منها كل شوية. لا ما تخلعش، هنا ما فيش خلعان. ال FBC ما هي المعلومات اللي انت مفروض تكون عارفها عشان ما يضحكش عليك في حاجة زي ال FBC؟ كل حاجة انت محتاجها تكون عارفها. انت عمرك ما هتدرسها في المدرسة، عمرك ما هتدرسها في الجامعة، عمرك ما هتدرسها في اي حتة في مصر. وانا فاكر مقولة قالها واحد من كبار الرجالة في السيستم، كبير قوي يعني، كان بيقول لك ان شعب متعلم صح صعب تتحكم فيه. شعب متعلم صح صعب تتحكم فيه. طب هل ده معناه يا باشا قائد السيستم، هل ده معناه ان احنا مش متعلمين صح؟ انا دكتور، ولا تفرق خالص. ما بتعرفش تجيب فلوس، ما تعرفش حاجة عن الفلوس. طب انا عايز اسأل سؤال. انا دلوقتي شاب ومعايا مثلا محوش 2000 جنيه، وجالي اخويا اللي انا بثق فيه قال لي يا حمزة هات ال2000 جنيه دول هنديهم للراجل ده وهيرجعوا لك 3000 بعد شهر. هقول له ازاي الكلام ده؟ هيقول لي انا جربت واديته 2000 ورجعهم لي 3000، وهو جاي لي بنية طيبة، هو عايز بدل ما هو يستفيد لوحده انا استفيد معاه. تمام. ازاي اعرف ان دي نصبايا؟ ازاي تعرف ان هي نصبايا؟ لو انت عندك الاساس المعرفة المالية، تمام، عمر ما حاجة زي كده هتخش عليك. ايه هو اساس المعرفة المالية؟ اللي هو انت عارف ان مفيش حد بيدي انترست ثابت كبير، دي مش هتشوفها. يعني انت مثلا دخلت في البورصة، على فكرة الاسهم اللي في البورصة بتدي انترست، والله مش كلها. الاسهم التعبانة الاسهم التعبانة بتقول لك تعالى وهديك انترست ريت، تمام، ربحت او ما ربحتش هديك انترست، هديك فايدة. فايدة. اشتريت اسهم ب100، هديك مثلا على كل سهم كذا، على كل سهم 5 جنيه في الشهر مثلا.
هي بتتاخد كل 3 شهور بس مثلا، ماشي، كل كوارتر. المهم، فانت بتبص على النسب اللي بتتاخد، حلو، تبقى نسب ضعيفه جدا جدا، مع انها اسهم تعبانه بتبقى هتموت على الفلوس، بس بتدي نسب ضعيفه جدا. ليه؟ لان ده حمل عليه، حمل. انا كسبت او ما كسبتش، هو اداني 100,000، هضطر ادفع له 1000 كل شهر، او مثلا 1000 كل شهر مثلا، حلو، وفي اي لحظه ممكن يسحب ال 100,000 دي. الاثنين ده في الاسهم. فانت لو عارف النسب الطبيعيه اللي موجوده في الاسهم، شركات تعبانه، شركات مش تعبانه، بيبقى عندك وجهه نظر المكسب الطبيعي بيبقى في قد ايه. طيب هتخش في الكريبتو، هتبقى عارف المكسب الطبيعي قد ايه، وانت داخل وانا داخل، وكل يعني كل الناس اللي فاهمه، ماشي، اللي فاهمه يعني ايه فلوس ويعني ايه كريبتو يعني ايه اسهم، بتبقى عارفه المكسب الطبيعي بيبقى قد ايه. طيب هل الكريبتو بيدي انترست؟ لا. هل المكسب فيه مضمون؟ لا برضه. هل المكسب فيه كبير قوي؟ ممكن. بس هل ممكن اخسر كتير قوي؟ ممكن. هل ممكن اكسب بس؟ لا، مستحيل. مفيش حاجه اسمها كده، مستحيل. طب البنوك، يعني لو اديت فلوسي للبنك هيعمل لي ايه؟ بتشوف انت دلوقتي، هو طبعا الانترست دلوقتي في مصر بقى حاجه خزعبليه، بقى شبه 25. شبه 25، كان هينط 28 29، وكان هيلمس في ال 30، حاجه مرعبه يعني. مرعبه. ليه؟ لان الانترست دي برضو اللي فاهم في الفلوس وفي البنوك هيعرف ان الانترست زي ما هي ليك عليك. يعني انت هتدي له فلوس يديك 30% مثلا، هتاخد منه فلوس هترجع له 30%. فاهم قصدي؟ يعني انت خدت دلوقتي قرض مليون جنيه، كل سنة وانت طيب هتدي له 300,000 جنيه. 300,000 جنيه كل سنة. يعني انت مثلا واخد القرض ده على سنة مثلا، هتدي له اخر السنة 1,300,000. فالحركة دي تعمل ايه؟ تخلي المستثمرين يهربوا. انت بتلم فلوس. انت بتلم فلوس. ايوه. جزاك الله خيرا. يعني ايه بتلم فلوس؟ يعني انا معلي الفايده، فالناس لما تشوف الفايده عاليه قوي تحط فلوسها في البنك. تحط فلوسها في البنك، وتقول لك انا مش هفتح حلاق، او مش هفتح مش هفتح محل حاجة. سباكه، او انا مش هفتح حاجة. مش هفتح وشابوه اي لأي حاجه. حد عارف، شابوه لأي حد عارف يفتح مشروع دلوقتي، أو مش يفتح مشروع، حد فاتح مشروع في الوقت ده وما قفلش وحط فلوسه في البنك، شابوه. اصل برضو لو جينا فكرنا فيها، انت لو عايز تفتح مشروع، فانت لو مشروعك مش هيجيب لك اقل من 50% ربح، يبقى اقفل خلاص. بلاش وجع دماغ. خلاص. اتفضل يا باشا، فلوس اديني 25% وانا قاعد في البيت على المخدة. قاعد في البيت، لا في ضرايب تيجي ولا على حد دماغك، ولا عميل يقول لي ولا عميل يقول لك، ولا تنزل من بيتك، ولا توظف ناس تسرقك. صحيح. فاهم قصدي؟ ولا ناس تتنك عليك، ولا مثلا تكون خايف من امين شرطة، ايوه. ولا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تيجي لك فاتورة نور عالية قوي يقول لك اصل انت تجاري. ايوه. فاهم قصدي؟ ولا يجي لك مصاريف ايجار، ولا مصاريف التشطيبات والدنيا والدين، ويبقى همك ان انت تكسب كتير ومش عارف تكسب حاجة ومحدش عارفك، وهتقعد السنة تصرف طب على ايه؟ ليه؟ باشا، بنك مصر احلى بنك في الدنيا، خد. بنك الاهلي انت فين؟ حبيبي خد. فاهم قصدي؟ فشابوه اللي هو على فكرة الناس دلوقتي بقت موضة، صف المشروع خالص، بيعه. حتى لو بيجيب لي 30%. حتى لو بيجيب الدنيا كلها. ما هو انا معلش، انا بيجيب لي 30%، 25 في البنك، هل كده هل انا كده كسبان؟ لا، ده مصاريف كهرباء وضرايب وامين شرطة بيجي، ومصاريف عمال، ومصاريف البضاعة، ومصاريف التشطيبات، ومصاريف الصيانة. موضوع يا عم بعد كل ده 30% ماشي، هو وجع دماغ برضه. وجع دماغ. مش عايز. فعليه على ايه؟ وسترس على الفاضي يا باشا. البنك خلاص، خلصنا. صح. انت فاهم قصدي؟ ده لو احنا افترضنا ان البنك هو احسن حاجة دلوقتي، بالعكس، ده دلوقتي الكريبتو في حتة تانية. الكريبتو بيطلع طلعات وبينزل نزلات فظيعة. ما تفكرنيش. ما فظيعة. فانت خلي بالك من حاجة برضو، بعدنا عن النقطة اللي انا عاوز اتكلم فيها، نرجع تاني للنقطة. احنا عمالين بنخلع. بس هي نقطة انت لازم تكون فاهمها قوي، اللي هو انا ايه المعلومات اللي المفروض ابقى عارفها عشان ما يضحكش عليها من الاف بي سي مستقبلا، لو افترضنا يعني،
حاجة الدولة، انت مش شايف ان الدولة او السيستم معترض عليها، انت شايف ان هي بتعمل مؤتمرات في نص الشارع، صح. وبتجيب شيوخ وبتجيب رجال الأعمال وبتجيب العمدة وبتجيب كذا وبتجيب كذا وبتجيب كذا وبتذبح وتوزع وتعمل أعمال خيرية. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ طب أنا محتاج أبقى عارف إيه عشان ما يضحكش على الضحكة دي؟ تبقى عارف إن هو مستحيل حد تديله فلوس ويديك النسب دي، حتى لو قريبك، حتى لو اخوك، حتى لو أخوه. بالظبط، اه. هو ده اللي أنا عاوز أوصل له. دي قاعدة. بالظبط، مفيش حد بيدي الانترست الثابتة دي في الدنيا. ايوه. ده لو تاجر مخدرات مش هيعرف مش هيعرف يديك النسبة دي الثابتة، ثابتة بالميعاد بالتاريخ. مش مثلا يعني ده برنامج، مش مثلا يقول لك طب استنى الشهر الجاي، طب استنى لسه ما جمعتش الفلوس، طب استنى لسه البضاعة ما اتباعتش. ده برنامج، ده بيبعت لك بالثانية، بتلاقيها تتن وصل لك 100 جنيه، تتن وصل لك 1000 جنيه على حسب المبلغ انت مدخله. فمفيش كده، مفيش. نفعت معاك مرة اتنين، بس انت لو كان عندك الاساس. وخلي بالك انا مش بقول ان اللي اتضحك عليه غبي، بالعكس، مفيش حد يعرف يهرب من اللي حصل غير لما الفتنة دي. من الفتنة الموضوع دي. صعب جدا جدا. ايه ده الشيخ البلد وعمدة البلد ورجال الاعمال وبتوع البرلمان ومش عارف مين، وبيذبحوا وبيوزعوا وبيعملوا اعمال خير وبرنامج ومعروف والناس بتطلع عليها بادج الشركة. صعب جدا جدا جدا. وعلى فكرة ممكن ناس تكون فاهمة بيزكس فلوس وتتخدع برضه. تتخدع. المنظر ايه ده ازاي؟ طبعا انا مستحيل اشيل الموضوع ده للمواطن اللي اتضحك عليه، مستحيل. انا شايل الموضوع ده كله على السيستم اللي كان الموضوع ده بيحصل قدامه وما كانش واخد باله، وممكن تكون في رشاوي كانت بتدفع عشان السيستم ما ياخدش باله او يصعد الموضوع للسيستم الاكبر منه. يعني مثلا ممكن يكون سيستم طنطا خد باله من الموضوع، فاف بي سي تعمل ايه؟ اللي ماسك السيستم ده تديله فلوس، خد 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 خد، اسكت، خش معانا مثلا، تغرب اي حاجه، خد فلوس. انت هتبقى شريك معانا، هتبقى مدير معانا اقليمي مثلا، هتبقى مدير فرع طنطا، مش عارف ايه كده. فتلاقي ان السيستم دخل بحسن نية او بغباء في الموضوع واتضحك عليه. فانا حاسس ان السيستم بتاع طنطا اصلا هو كمان اتضحك عليه. يعني الموضوع وصل لليفل تنين. اصلا المبلغ اللي جمعوه مش قليل، مبلغ محترم، مبلغ كبير جدا. يعني حاجة الارقام اللي احنا سمعناها ما اعرفش طبعا هي مصدرها ايه، بس مليارات ناس. وبيحصل كل يوم، بس عمره ما اتعمل بالليفل ده، بالليفل المتوحش ده، ليفل مرعب. اب وموقع ويتبعت على الكريدت بتاعك او يجيلك لغاية البيت الفايدة. انت فاهم قصدي؟ وبرنامج مبني على شغل اللي انت بتشتغله، اللي هو تعالى واتفرج على اعلانات ونديك فلوس من غير ما تحط فلوس. يعني احنا معانا فلوس مش فارق معانا فلوسك، والسيولة معاهم سيولة، احنا معانا السيولة مش فارق معانا فلوسك. صح. انت فاهم قصدي؟ انت بس اتفرج بس على الاعلانات دي، صح، واحنا هنديك فلوس. عاوز بقى تشغل فلوسك، تعالى احنا هنشغلها لك. فاهم قصدي؟ مين اللي محتاج مين هنا؟ هو مبين الاف بي سي ان المواطن هو اللي محتاجه. فاهم قصدي؟ فهمت الريليشن شيب ما بين البرنامج والمواطن كانت عامله ازاي؟ مش المواطن هو اللي بيساعد البرنامج، لا لا لا، ده البرنامج هو اللي بيساعد المواطن. تعالى يا حبيبي واحنا هنديك فلوس، تعالى حط فلوس عندنا وهنديك فايده نخليك تعرف تعيش. فاهم قصدي؟ فليفل الجهل باساسات الحياه، مش هقول لك جهل تعليمي. على فكره في ناس دكاتره ومهندسين مش فاهمين الحوار ده، ده الطبيعي، بس انا بتكلم ناس دكاتره ومهندسين وضحك عليهم في الموضوع ده. يعني في هذا الموضوع تلاقي دكاتره ومهندسين والعمده والشيوخ، شيوخ ماشي، وهتلاقي افراد من السيستم اتضحك عليهم بس ما يدروش يتكلموا. يعني انا متخيل الموضوع ده. فموضوع طبعا ضخم جدا. السيستم بعديها طلع قال لك احنا بعد ما اتقفل البرنامج والناس ما لقيتش بقى حد يتكلموا، ما هو برنامج، هما بينزلوا يعملوا مؤتمرات بتاع، بس هو فين؟ خلاص قفل البرنامج. قال لك احنا بس بنعمل صيانه مش عارف ايه يوم، بعد كده البرنامج قفل.
اختفى. طب اللي باعت بقارتها حيلتها عشان تحط فلوس في البرنامج وضعها ايه دلوقتي؟ طب اللي خد قرض من البنك عشان يحطه في البرنامج عامل ايه دلوقتي؟ طب اللي خد فلوس من اهله، جمع فلوس اهله كلها عشان يحط فلوس في البرنامج، يعمل ايه دلوقتي؟ ياخد فلوس من مين؟ وهتلاقي السيستم الراجل يا اما كان مدور الموضوع من بره، يا اما خد بعضه ومحدش عارف هو مين من المطار عادي جدا، ومش حاطط فلوس في الشنطه مثلا، لا فلوسه كلها في بنوك في سويسرا، اللي هو اللي لمها من المكان من الحركه دي. خد بعضه، السلام عليكم، محدش يعرفه اصلا، ماشي. كل الناس اللي نزلت في المؤتمرات وعارفينهم بالاسم وما كانوش يعرفوا ان الموضوع نصبايا، يعني هم كانوا بيروجوا لحاجه هم مش عارفين ان هي نصبايا. يعني كل المديرين والناس والسيستم لما جه يقبض، قبض على مين؟ على الناس اللي الاهل عارفينهم. ده الشيخ بتاع المنطقه هو اللي طلع وقال اشتروا في الاف بي سي، فيبلغوا عنه فيروحوا يجيبوه. طب ده خد ايه؟ ما هو قاعد قدامك، يبقى ما خدش حاجه. اللي هم الموظفين العاديين اللي بنضحك عليهم الموظفين برضه. العاديين او الناس اللي قالوا لهم تعالوا ويعلنوا عن البرنامج ده وهنديكم كذا، لا ليه في الدور ولا في الضحك ولا ليش في اي حاجه، عادي جدا يعني. فاهم قصدي؟ طيب الناس دي اتقبض عليها، فين بقى المليارات؟ لقوا معاهم كام يعني الناس دي؟ تلاقي معاهم مليون مثلا، 2 مليون جنيه. يقول لك مليارات، مليارات دولارات راحت فين؟ اختفت. الناس دي بقى ايه؟ ربنا يتولى. اللي خد بقى القرض ربنا يتولاه، اللي لم فلوس عيلته كلها ربنا يتولاه، اللي باعت بقرتها، اللي باع ارضه، وكله بقى بيسيل 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 بيسيل. ربنا يتولى الجميع يعني. بس هدفي هنا في البرنامج ان انا اوصل الثقافة اللي الشعب محتاجها والشباب محتاجينها، الثقافة المالية، وازاي يبقى راجل فعلا. لان مفيش حاجة، على فكرة اقول لك حاجة، كل الشباب اللي هنا لازم تسمعني في الموضوع ده. الشباب اللي بيتعلموا في المدرسة لغاية الجامعة، واللي بيتعلموا في سوق العمل، واللي بيتعلموا في الجيش، كل ده لا يمت للرجولة بصلة. ازاي؟ ملوش دعوة بالرجولة. كل الكلام ده انت بتتعلم حاجات ازاي تبقى عبد في شغلانة معينة. يعني انا بعلمك 5 سنين صيدلة، مثلا صيدلة، ماشي، دلوقتي بقت 6 لهدف محدش فاهمه، ماشي. بقى في سنة امتياز كده لله وللوطن، هتشتغل عبد عند الدولة، عند السيستم، من غير مرتب. هتاخد لك مثلا 1500 جنيه 2000 جنيه آخر الشهر ولا حاجة. انت بتشتغل كده لله وللوطن. فاهم قصدي؟ ما بتعتبرش كمان يعني. حتى الآن الصيادلة عاملين مشكلة إن هم عاوزين السنة دي تعتبر خبرة. السيستم بيقول لهم لا مش خبرة، يعني كمان دي مش خبرة. ده انت لسه ما اتخرجتش. انت لسه متخرجتش اصلا. فاهم قصدي؟ ممكن يغيرها السيستم بعد كده، بس بعد ضغط الايه الصيادله عليهم. ما علينا. فانت دلوقتي اتخرجت، ماذا تفقه في الدنيا؟ ولا حاجه. اقول لك الكبيره، انت ما تعرفش حتى سوق العمل عاوز ايه. هو كل اللي بيعمله طول ال 12 سنه في 6 سنين، طول ال 18 سنه تعليم، وبيعلمك حاجه واحده بس، انك تعرف تصحى الصبح الساعه 9 وتروح البيت متاخر من غير ما تتكلم. هو ده اللي بيعلمهولك. الفكره بقى في ايه؟ عشان احنا نظام اشتراكي، كان اشتراكي وبعد كده بيتحول دلوقتي رأسمالي. ففي ثانوية عامة، انت عبد وانت عبد وانت عبد وانت عبد، كلنا عبيد، صح؟ حلو. ايه اللي يخلي العبد ده يشتغل مهندس في الصحراء، واللي يخلي العبد ده يشتغل في صيدلية في مكيف جنب بيته؟ يقول لك انت ذاكر كويس وانت ذاكر كويس، ونشوف اللي تقديره اكبر هو اللي هيشتغل فين؟ في المكيف تحت بيته. تمام. دلوقتي بقى الموضوع بيتحول لرأس مالي اوسخ، اللي هو ايه؟ انت عاوز تشتغل في تكييف تحت بيتك؟ جيب مي ماني، هات 200,000 جنيه كل سنة. عاوز تشتغل مهندس؟ جيب مي ماني، هات 150,000 جنيه كل سنة. عاوز تشتغل في عيادة؟ جيب مي ماني، هات نص مليون كل سنة. اللي هو ايه؟ كل ما البوزيشن يبقى اريح او بيجيب فلوس نسبيا اكتر من البوزيشن اللي تحتيه، هات فلوس اكتر. طب انت هتعلمني ايه؟ مش هعلمك حاجه، بس في الاخر انا واخد يعني مدي السيستم فلوس عشان افتح هذه الجامعه الخاصه. فاهم قصدي؟ طب دفعت نص مليون كل سنه عشان تطلع دكتور، في 7 سنين يعني دفعت 3 مليون ونص.
بعدين هتجيبهم في قد ايه؟ والله ما هتجيبهم، مش هتجيبهم. تعمل ايه؟ تشقلب على الحيطان، مش هتجيبهم. هتجيبهم بعد قد ايه؟ 30 40 سنه شغل. هتجيبهم بعد قد ايه؟ هتضطر تسافر تشتغل عبد في بلد تانية. هي دي الرأسمالية. مين اللي مستفيد من الكلام ده؟ صحاب الجامعات بس، هو والسيستم واصحاب الشركات، اللي الناس بعد ما تبقى عبيد، بعد ما السيستم ونظام التعليم المتخلف اللي احنا ماشيين فيه. على فكره نظام التعليم المتخلف ده مش في مصر بس، ده هو ده نظام التعليم العالمي. هو مش بيطلع واحد كفء يشتغل في حاجه. على فكره اي شغلانه في الدنيا اي حد يقدر يشتغلها، اي حد. لو انت سامعني دلوقتي، الشغلانه اللي انت بتشتغلها اديني اسبوع تدريب، خليها شهر تدريب، وانا لا افقه شيء عن شغلانتك. اذا كنت انت مهندس، دكتور اسنان، دكتور بيطري، اذا كنت انت دكتور علاج طبيعي، دكتور بشري، شهر اقف جنبك واشوف انت بتعمل ايه، هعمل احسن منك. خليها 6 شهور. شهر خلاص ماشي. اعمل احسن منك، شهر بس، مش محتاج تاني. طب ال5 6 7 سنين اللي انا مقضيهم في الجامعة، وال12 سنة قبليهم تعليم بلا هدف، ده عشان يطلع عبد ذو مستوى راقي. اعمل اللايك والسبسكرايب واضغط على زر الاشتراك، وايه كمان، وانشره لاصحابك وحبايبك. هدفنا في أمن حوت البودكاست إن احنا نخلي الشباب تفهم أساسات الرجولة، أساسات المعيشة، أساسات إن أنت تبقى بني آدم مش عبد، وإن نبقى كلنا نكبر مع بعض. اشترك، اللي جاي هيبقى أحسن بكتير.